إبراهيم دياز يفاجئ العالم الرياضي ويعلن قراره بتمثيل منتخب أسود الأطلس بعد نهاية كأس إفريقيا. بعد فترة من التكهنات والشائعات، قرر النجم الواعد إبراهيم دياز الانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي ليكون جزءا من مشوارهم في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وفي خطوة مفاجئة، استخرج دياز جواز سفره المغربي وفقا لما قالته صحيفة ماركا الإسبانية. تبدأ رحلة دياز مع المنتخب المغربي بعد نهاية كأس إفريقيا 2023، حيث سيكون حاضرا في مراحل التصفيات المقبل. يأتي هذا القرار بعد اتفاقه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تأجيل مشاركته في الكان نظرا لفرصته الفريدة للمشاركة مع فريق ريال مدريد الإسباني. وتشير التقارير إلى أن أوراق إبراهيم دياز مكتملة بالكامل، وأنه يستعد بفارغ الصبر لتقديم إسهامه مع منتخب أسود الأرض، مع توقعات بأن ينضم رسميا إلى التشكيلة الرسمية الوطنية في شهر مارس من العام القادم. يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر لرؤية نجم صاعد يرتدي قميص أسود ويمثل بلده بكل فخر في المنافسات القادمة. لا تنسى الضغط على زر لايك والمشاركة في الفيديو، وشاهد هذه الفيديوهات قد تعجبك.